السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تانية آداب قسم اللغة الإنجليزية. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. أنا قررت إن أنا أشرح لكم مناهج الجامعة، يعني على قد ما أقدر أحاول أخلص لكم الدنيا أو كم كبير من المناهج. عارفة إن ناس كتير ضايعة في مادة الحضارة ومادة الشعر، فحبيت إن أنا أبدأ النهاردة بأول حلقة في مادة الحضارة. حلقة النهاردة هتكون بس البريفس اللي هي بتكون في أول المنهج خالص، دي مهمة جدا، بيجي عليها أسئلة كتير طبعا في الامتحان، فلازم تركزوا عليها كويس. لازم تذاكروا حلقة النهاردة كويس جدا وتنتظروا الحلقات الجاية إن شاء الله. دعمكم مهم جدا، لازم أتأكد إن ناس كتير محتاجة باقي الشرح. لايك لو عجبكم الفيديو، ما تنسوش اللايك علشان ده هيساعد الفيديو انه يشوفه اكبر عدد من زمايلكم، وطبعا الدال على الخير كفاعله. اشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفونا علشان يوصلك اشعار بكل اول فيديو جديد. قناتنا انجليش ستامينا لتعلم اللغات الانجليزية واللاتينية والالمانية من الصفر وحتى الاحتراف. Civilization means the human achievements aimed at making life easier, more practical, and more convenient. For instance, transportation is a field in which technology has worked miracles. Walking has in due time been replaced by buggies, which in turn have been replaced by bicycles, cars, ships, and airplanes. Man can now crisscross the world in a matter of hours, whereas at the time of Columbus reaching the American continent was a slow and dangerous enterprise. We have even landed on the moon, and soon we can hope to conquer other planets. تعالوا نترجم الجزئية دي باللغة العربية علشان اللي مفهمش يفهم كويس. الحضارة تعني الإنجازات البشرية التي تهدف إلى جعل الحياة أسهل وأكثر عملية وأكثر ملائمة. على سبيل المثال، النقل مجال عملت فيه التكنولوجيا المعجزات. تم استبدال المشي في الوقت المناسب بالعربات، والتي بدورها تم استبدالها بالدراجات والسيارات والسفن والطائرات. ويمكن للإنسان الآن أن يتجول في العالم في غضون ساعات. كانت القارة الأمريكية مشروعا بطيئا وخطيرا، لقد هبطنا حتى على القمر، وقريبا يمكننا أن نأمل في قهر أو غزو الكواكب الأخرى. Man lives in a world of great victories of technology. For example, running water instead of drawing water from a well, electricity instead of candlelight, elevators, radio, television, telephones, cell phones, the internet, and email. Even the structure and organization of the state are also fruits of civilization. The enactment of laws and the organization of public life are achievements that have been built up through the ages. No doubt these achievements are amazing and call for praise and commendation of man's genius. هنترجم الجزئية التانية دي علشان تفهموها بشكل أفضل. يعني الإنسان المعاصر يعيش في عالم من الانتصارات العظيمة من التكنولوجيا. على سبيل المثال، المياه الجارية بدلا من سحب المياه من البئر، والكهرباء بدلا من ضوء الشموع، والمصاعد والراديو والتلفزيون والهواتف المحمولة والإنترنت والبريد الإلكتروني. حتى هيكل الدولة وتنظيمها هما أيضا ثمار الحضارة. إن سن القوانين وتنظيم الحياة العامة من الإنجازات التي تم بناؤها عبر العصور،
ولا شك أن هذه الإنجازات مدهشة وتستدعي الثناء والثناء على عبقرية الإنسان. أتمنى لحد كده تكون كل حاجة مفهومة، والكلام أظن إنه شارح نفسه، مش محتاج توضيح أكتر من كده. أنا تعمدت أسيب لكم الترجمة اللي هي باللغة العربية عشان لو حابين تاخدوا سكرين شوت تذاكروا منها. ندخل على الفقرة اللي بعد كده. But man's influence on nature is not limited to civilization. He can also have an effect in a very different way. Culture. Contrary to civilization, the aim of culture is not to make things easier, faster, more convenient, more practical, safer, or healthier, but to make things beautiful, elevate them and color them spiritually. A beautiful knife is not a knife that cuts better and is sharper, but a knife that, apart from its use, has been marked by a note of spirituality, completely transcending pragmatic considerations. No doubt the plain knife precedes the beautiful one. It was made out of necessity. It was made out of necessity. How was man to protect himself against wild animals with claws and powerful teeth if he had to rely on his hands? Being intelligent, he understood that he needed to make a tool that would compensate for his weakness, a tool that had to be sharp to be a match for wild animals. That was the genesis of the knife, probably one of the most ancient of all tools, because it was necessary for survival. Civilization is artificial while culture is organic. طيب يلا نترجم الجزئية اللي بعد كده. هو بيتكلم عن ايه، او الكلام ده معناه ايه؟ يقصد انه تأثير الانسان على الطبيعة لا يقتصر على الحضارة فقط، يمكنه ايضا ان يكون له تأثير بطريقة مختلفة تماما. الثقافة على عكس الحضارة، الهدف من الثقافة ليس جعل الامور اسهل واسرع واكثر ملائمة واكثر عملية واكثر امانا او اكثر صحة، ولكن لجعل الاشياء اكثر جمالا، رفعها وتلوينها روحيا. كمان بيشرح مثال بيوضح الجزئية دي، وهو ان السكين الجميل ليس سكين يقطع بشكل افضل، مش هو السكين الحاد اللي اكثر حدة، مش كونه حاد واكثر حدة فهو ده معناه انه سكين جميل. لا، السكين الجميل هو السكين اللي بيتم تمييزه بملاحظة الروحانية التي تتجاوز تماما الاعتبارات البراغماتية او البراغماتية. يعني ايه بقى كلمة او مصطلح براغماتي او البراغماتية دي؟ تعتبر براغماتية هي الفكر كأدوات للتنبؤ وحل المشكلات والعمل. يبقى البراغماتية هي الفكر كأدوات للتنبؤ وحل المشكلات والعمل بصرف النظر عن استخدامه. لا شك أن السكين البسيط يسبق الجميل، لقد صنع بدافع الضرورة. ليه صنع السكين؟ علشان محتاج انه يدافع عن نفسه ضد الحيوانات اللي ليها كلوز تيث، الحيوانات اللي هو مش هيقدر يدافع عنها بإيده بس، الحيوان اللي هو محتاج أداة يتحامى فيها الإنسان علشان يدافع عن نفسه منه. كيف كان الإنسان يحمي نفسه من الحيوانات البرية ذات المخالب والأسنان القوية؟ إذا كان عليه الاعتماد على يديه، أكيد إيده مش هتكون كفاية إنه يدافع عن نفسه من أسد أو من نمر أو من أي حيوان مفترس. لكن نظرا لكونه ذكيا فقد فهم أنه بحاجة إلى صنع أداة من شأنها أن تعوض عن ضعفه، يعني بالبلد كده يتحامى فيها. أداة يجب أن تكون حادة لتلائم الحيوانات البرية، وكان هذا هو تكوين السكين. ربما كان أحد أقدم السكين. الحضارة مصطنعة بينما الثقافة عضوية. معناها إيه؟ معناها أن الحضارة هي النتاج الفكري والثقافي والمادي المتراكم لأمة من الأمم،
والتي تمنحها خاصية مميزة عن الأمم الأخرى، وبالتالي تتعلق الثقافة بالصفات الداخلية للمجتمع مثل الدين والعادات والتقاليد وما إلى ذلك، بينما تتعلق الحضارة بالشكل الخارجي للمجتمع مثل الأدوات التكنولوجية كالكمبيوترز والتلفزيون والموبايل وما إلى ذلك. Civilization is artificial, while culture is organic. I mean by this that civilization tends to replace nature. A telephone is a very convenient substitute for a face-to-face encounter, thereby eliminating a crucial human element, presence, and the other person's facial expression. Similarly, typewriters and computers replace calligraphy, though obviously a typewritten letter will never have the personal value and the seal of the handwritten letter. A car eliminates walking, an electric light bulb replaces candles, a faucet replaces going to a well to draw water. Technology has produced an immense network of interrelated agents. On November 1965, the East Coast of the United States was the victim of a gigantic blackout. Millions and millions of people found themselves in the dark. This would have been impossible in the Middle Ages if one man's candle was extinguished. His neighbor would not be affected by it, and resource would be easy and immediate. Technology has therefore its drawbacks. الكلام ده معناه ايه؟ أعني بهذا أن الحضارة تميل إلى استبدال الطبيعة. الهاتف بديل مناسب جدا للقاء الوجه وجها لوجه، وبالتالي القضاء على وجود عنصر بشري حاسم وتعبيرات وجه الشخص الآخر. وبالمثل تحل الآلات الكاتبة وأجهزة الكمبيوتر محل الخط، على الرغم من أنه من الواضح أن الخطاب المكتوب على الآلة الكاتبة لن يكون له أبدا القيمة الشخصية وختم الخطاب المكتوب بخط اليد. السيارة تمنع المشي، يحل المصباح الكهربائي محل الشموع، ويحل الصنبور محل الذهاب إلى البئر لسحب المياه. أنتجت التكنولوجيا شبكة هائلة من العملاء المترابطين. في 9 نوفمبر 1965 كان الساحل الشرقي للولايات المتحدة ضحية لتعتيم هائل. وجد الملايين والملايين من الناس أنفسهم في الظلام. كان هذا مستحيلا في العصور الوسطى. The conception of civilization as indicating progress resulted in two different points of view. Its exponents defended the view that the history of the world manners is gradually refined to the 17th century. English philosopher Thomas Hobbes. The primitive man is regarded as solitary, poor, nasty, British, and short, with no arts, no letters, no society. Out of this lowly state, everything that is good and civilized comes into being, and enlightenment gradually resulted in the upward progress of mankind. Separate nations draw nearer to each other. Commerce and policy connected at last. All parts of the globe and the total mass of the human race marches always, although very slowly, towards still higher perfection. تعالوا نترجم الكلام ده باللغة العربية علشان نفهم هو بيقول ايه. أدى مفهوم الحضارة كدليل على التقدم
إلى وجهتي نظر مختلفتين. دافع أنصارها عن وجهة النظر القائلة بأن تاريخ آداب العالم يتم صقله تدريجيا بالنسبة للفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز. في القرن ال17 ينظر إلى الإنسان البدائي على أنه منعزل وفقير، بغيض، وحشي، وقصير، بلا فنون ولا رسائل ولا حتى مجتمع. من هذه الحالة المتواضعة ينشأ كل ما هو جيد ومتحضر، وينتج عن التنوير تدريجيا تقدم البشرية التصاعدي. تقترب الدول المنفصلة من بعضها البعض، تربط التجارة والسياسة أخيرا جميع أنحاء العالم، والكتلة الإجمالية للجنس البشري تسير دائما وإن كان ببطء شديد نحو الكمال الأعلى. Together with the idea of progress and human perfectibility, there grows the notion of fixed stages through which man progresses, usually numbering 3 stages: savagery, barbarism, and civilization. The stage of civilization has started with the French Revolution, and indeed the French Revolution, with its ideals of freedom, fraternity, and equality, was one of the forces that helped to instill or infuse the idea of progress firmly into the mainstream of thought in the 19th century. معناه ايه الكلام ده بالعربي؟ جنبا إلى جنب مع فكرة التقدم الكمالي البشري، هناك ينمو مفهوم المراحل الثابتة التي يتقدم الإنسان من خلالها، وعادة ما تكون من 3 مراحل: الوحشية والبربرية والحضارة. بدأت مرحلة الحضارة بالثورة الفرنسية، وبالفعل كانت الثورة الفرنسية بمثلها العليا للحرية والأخوة والمساواة إحدى القوى التي ساعدت على غرس فكرة التقدم أو بثها بقوة في التيار الرئيسي للفكر في القرن ال19. The 18th and early 19th centuries also briefly gave recognition to a completely different pictures of man's history, man and life, state of nature, according to Jacques Rousseau, had been free, healthy, honest, and happy, but had been corrupted and enslaved by the growth of social institutions. This was essentially the theory of progress. Turned upside down, it engendered a whole romantic literature on the noble savage and developed a skeptical, cynical view of human nature and destiny. Man, that's to say, doesn't progress, he decays. كما اعترف القرنان ال18 وأوائل القرن ال19 بإيجاز بصورة مختلفة تماما عن تاريخ الإنسان. كان الإنسان في حالة الطبيعة بحسب جان جاك روسو حرا وصحيا وصادقا وسعيدا، ولقد تم إفساده واستبعاده من خلال نمو المؤسسات الاجتماعية. كانت هذه في الأساس نظرية التقدم انقلبت رأسا على عقب. لقد ولد أدبا رومانسيا كاملا عن الهجمي النبيل، وطور نظرة متشككة وساخرة إلى الطبيعة البشرية ومصيرها، أي أن الإنسان لا يتقدم بل يتلاشى. Some writers regard culture and civilization as antonyms. Several German and US scholars have sought to endow the two terms with contrastive meanings. Civilization, as they say, denotes technology and the objective information which tends to accumulate or increase in force by
Successive additions culture, on the other hand, indicates religion, philosophy, and art, which are non-additive. يعتبر بعض الكتاب الثقافة والحضارة متضادات. سعى العديد من العلماء الألمان والأمريكيين إلى إضفاء المعاني المتناقضة على المصطلحين الحضارة كما يقولون تدل على التكنولوجيا والمعلومات الموضوعية التي تميل إلى التراكم أو الزيادة في القوة من خلال الإضافات المتتالية. من ناحية أخرى تشير الثقافة إلى الدين والفلسفة والفن غير المضافين. It's better, however, to use these two terms neither as synonymous nor as antonymous, but to regard them as a class of phenomenon, culture, and subclass of its civilization. All men, as the Encyclopedia Britannica says, acquire culture and participate in culture. Not all men have been born into civilization or help carry on a civilization. ومع ذلك من الأفضل عدم استخدام هذين المصطلحين كمرادفات أو متضادات، ولكن اعتبارهما فئة من الظاهرة والثقافة وفئة فرعية منها الحضارة. كل الرجال كما تقول دائرة المعارف البريطانية يكتسبون الثقافة ويشاركون في الثقافة. لم يولد كل الرجال في الحضارة أو يساعدون في الاستمرار في الحضارة. The use of writing is a convenient clue for identifying civilization because the introduction of writing into a culture so improves culture transmission and so enhances the availability of knowledge as to affect and change all else in the society. Similarly, the maintenance of cities and the specialization make available to a people more effective energy and wealth than they collectively possessed. بعد أو يعد استخدام الكتابة دليلا مناسبا للتعرف على الحضارة لأن إدخال الكتابة في ثقافة ما يحسن انتقال الثقافة وبالتالي يعزز توفر معرفة لإحداث تغير كل شيء آخر في المجتمع. وبالمثل فإن صيانة المدن والتخصص يوفران للناس طاقة وثروة أكثر فاعلية مما يمتلكون بشكل جماعي كفئة فرعية للثقافة. As a subclass of culture, civilization can then be defined as a kind culture which includes the use of writing, the presence of cities and of wide political organization, and the development of occupational specialization. A civilization is a culture usually maintained by a large population over considerable period which has these elements. بعد ذلك تعريف الحضارة. تعرف الحضارة على أنها ثقافة طيبة تتضمن استخدام الكتابة ووجود المدن والتنظيم السياسي الواسع وتطوير التخصص المهني. الحضارة هي ثقافة عادة ما يحتفظ بها عدد كبير من السكان على مدى فترة طويلة والتي تحتوي على هذه العناصر. The main contrast or qualification is with primitive culture and tribal societies, which are generally speaking without these elements. This leads to the idea that civilization not only refers to the aggregate of characteristics displayed in the collective life of advanced people or an historic phase, but it refers also to the total achievements of the most advanced people to date
as if civilization were a unilinear development out of the past with later peoples at different stages of that development. الفقرة الأخيرة عندنا في حلقة النهاردة معناها ايه؟ معناها ان التناقض الرئيسي او المؤهل هو مع الثقافة البدائية والمجتمعات القبلية التي بشكل عام بدون هذه العناصر. يؤدي هذا إلى فكرة أن الحضارة لا تشير فقط إلى مجموع الخصائص المعروضة في الحياة الجماعية لشعب متقدم أو مرحلة تاريخية، ولكنها تشير أيضا إلى الإنجازات الإجمالية لأكثر الناس تقدما حتى الآن، كما لو كانت الحضارة تطور غير خطي من الماضي مع شعوب أقل في مراحل مختلفة من ذلك التطور.